انا عارف ان انت دلوقتي قاعد في امان الله، لقيت صاحبك باعت لك لينك او رابط يقول لك خش عليه وسجل عشان يجيلك دولارات، وانت يا عيني مش فاهم اللي بيحصل وعايز دولارات وعايز فلوس، فتخش على اللينك وتلاقي ان اللينك ده او الرابط ده صفحه فيس عاديه جدا، وتخش تكتب ايميلك وباسوردك، وهوب تلاقي نفسك خرجت من الايميل واتشلحت ورحت انت في طريق السلامه والايميل اتسحب منك. طب ايه اللي حصل فيه؟ ايه في ان اللينك اللي اتبعت لك ده هو لينك هاك، ولينك مشابه للموقع الرسمي او موقع الفيس او اي موقع انت عارفه، بس مع اختلافات حاجات بسيطه تخليك انت لما تدخل الايميل والباسورد بتاعك، وده اصلا موقع وهمي اللي عامل اللينك هو اللي عامله عشان يسرق الحسابات وكده، اول ما تدخل ايميلك وباسوردك هم بيروحوا عنده هو على الجهاز، ويقدر هو بسهوله يخش عليهم، ويقدر هو برده بسهوله يغير الباسورد، ورحت انت كده في سكه السلام. فيا جماعه ارجوكوا وابوس ايديكوا بلاش نخش على لينكات او روابط ما نعرفهاش، حتى لو مبعوثه لنا من اخواتنا ومن ابهاتنا وامنا، عشان بالعقل كده مفيش حد يديك دولارات وفلوس ببلاش. فبعد اذنك خش الاول اتاكد من اللينك ده قبل ما تعمل اي حاجه، خد الرابط ده او اللينك ده نسخ كده، روح على موقع اسمه ويب سيف، سيب لك الاسم بتاعه قدامك هنا، خش عليه وحط اللينك